أندري لونين قبل المواجهة ب10 دقائق بعد أن أحس تيبو كورتوا الحارس. طبعا تكلم عن الحارس البلجيكي جدا على مستوى هذا الموسم، ولذلك 18 ولدينا فيدات موريكي بالرقم 7 رودريغو وفينيسيوس جونيور. هنا لدينا الكرة الأمامية خطيرة للغاية، مرور يأتي، محاولة وكامافينجا على مرتين تصل إلى ريال مايوركا. المحاولة في الجهة اليمنى، وهنا لدينا الكرة في الجهة اليسرى عالية. ريال مدريد هذه كرة موريكي، لاعب لغط، هذه كرة خطيرة إلى لينو، عانى ووضع جاي أرد وفي عين الشر يبقيه ثانيا في هذا التي الدوري. امور كثيره تحدد فيه. يلعب الكره العرضيه العاليه، لكن بعد ذلك رودريغوز، الله، هو الهدف الاول بالطريقه المثلى التي يريد من خلالها نعم ريال مايوركا أن يسجل الهدف الأول. فيدات الكرة العرضية الرأسية والموجودة لمنظومة ريال مدريد، وريال مدريد في ظل الغيابات، إلا أن أيضا السيد كارلو أنشيلوتي هو الآخر يريح. مدريد حاضرة، لكن من يرتب كل هذه الأمور؟ أنه عنده مباراة مهمة جدا على مستوى كأس العالم للأندية، ستكون أمام كبير القارة. يعني ما نخص الموضوع، لكن هو مرة أخرى إلى أسينسيو، عرضية بعيدة، أسينسيو إلى كارفاخال، إلى عرضية خطيرة الموجودة. الكرة التي تلعب على مستوى القائم اليسرى، هذا فينيسيوس، يتقدم فينيسيوس، لا ما هي رودريغو، يمر رودريغو، يسقط رودريغو، يكسب، او هذا فينيسيوس، لا فينيسيوس هذا فينيسيوس. عاد لدى مشجع ريال فالفيردي على مرتين، والكرة بعد ذلك على الإطلاق بالنسبة لريال مدريد. يجب أن فينيسيوس يمر، يحاول ميدان خطيرة، الكرة الآن التسديد، هذا عفوا فالفيردي، الكرة العالية داخله أن يتحرك بطريقة أكبر بالجهة اليمنى عن طريق داسيوس، ينتظر من يحاول أن يتوغل في لقب أسبوع في اترك اسينسيو، يلعب الكرة العالية، لكن هنا لدينا الفرصة الآن التي تأتي من اسينسيو. رودريغو، وخطأ يأتي لمصلحة ريال مدريد، أو هذا خومي، تصل الآن لدى الكوري الجنوبي، بعد ذلك إلى تشواميني في الجهة اليسرى. المحاولة التي تأتي من الضغط الموجود هنا، المناطق التي يجب أن يكون حاضرا فيها ريال مدريد، وخطأ بعد ذلك، يعني حدث ولا حرج. مودريتش أيضا يكون من فالفيردي في منطقة الجزاء. هنا لدينا المحاولة الموجودة، السقوط في أرضية محاولة التوغل، تلعب الكرة الأمامية، تدخل الذي خمس التي دارت ما بينهم هنا. العملية أيضا في حد ذاته كانت تسديدية وصلت لمصلحة ريال. نطاق المباراة، هذه كرة ممتازة. شوف توني في السيرة، توني في يعني توني أتكلم أيام بعد 10 أيام وبعد زيارتي حاضرة وموجودة، والكرة المقوسة والرأسية بهذا تستمر في هذا الشوط. أما الآن أعود إلى الزميل العزيز طارق الحماتة. خبرة شوط اللقاء الثاني ما بين 4 داني رودريغيز، 14 بابلو موفي. تشكيلة أنشيلوتي في شوط الليرة لمصلحة لي كانج إن، يحاول واجه، لكنه لا زال حاضرا متحل. يكون فينيسيوس، عنده الكرة فينيسيوس، عليه أن يضبط الأمر. هنا لدينا الكرة وركلة جزاء تأتي الآن. ريال مدريد يتحصل على ركلة التعادل. اسينسيو يضيع ركلة جزاء للريال. جونيور يحاول فينيسيوس، عملية قادمة لا محال. هذه واحد غيره يطلع برا المباراة لريال مدريد. هذه لدينا الآن كرة وأصافرة موجودة، وبطاقة صفراء تظهر الآن على من؟ على فالفيردي.
على فتي اليمنى، محاولة اسينسيو يسدد لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. أحد الحلول التي كان كإن يلعب الكرة الخطيرة تلعب مقدما بهدف مقابل لا شيء. أحد طق مثل مارادونا في معلش تشواميني، معلش يغادر تشواميني. مين بعد؟ ماركو اسينسيو. ماركو اسينسيو كروس موجود، عرضية خطير. كان يريدون ثاني الأهداف. ناتشو في عملية ضغط موجودة، تحول لوكا إلى ماريانو.